بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أهلا وسهلا بكم يا أبطال مع واجب المحاضرة التاسعة من الفصل الثالث التكاثر في الكائنات الحية للصف الثالث ثانوي. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونقول إذا افترضنا استمرار انقسام البويضة المخصبة بانتظام أثناء الشهر الأول فكم يكون عدد الخلايا الجنين في اليوم السابع. طيب احنا لو افترضنا إنها بتنقسم بانتظام، يعني إيه تنقسم بانتظام؟ هي اول يوم كانت خليه، تاني يوم بقت خليتين او فلجتين، تالت يوم بقت اربعه وهكذا، والاربعه يبقوا 8. يبقى معناه كده ان انا كل يوم العدد بيزيد، فهقول 2 اس 7 لان هم 7 ايام تدونا 128 خليه. يبقى ده اذا بعد 7 ايام هيكون خلايا الجنين 128 خليه. ده اذا افترضنا ان هو بينقسم بايه؟ بانتظام يوميا. 2 يعمل انزيم الهيالورونيز في قناه فالوب لانه البويضه بتكون موجوده في الثلث الاول من قناه ايه؟ من قناه فالوب. 3 اي مما يلي لا ينتقل من دم الجنين الى دم الام. طبعا الاحماض الامينيه لان الجنين بيستفاد بيها مش بينقلها للام، ده الاحماض الامينيه ديت يا جماعه اصلا بتنتقل من الام الى دم الجنين وليس العكس. بينما يقوم الجنين بنقل الفضلات مثل اليوريا والبولينا وثاني اكسيد الكربون الى ايه؟ الى الام. فعشان كده اخترنا الف. 4 ما الخطا في الشكل؟ طبعا دخول الحيوان المنوي ايه؟ كاملا. طيب ايه يمكن تصويبه ازاي؟ يمكن تصويبه طبعا عن طريق دخول الراس والعنق ايه؟ والعنق فقط. الراس لاحتوائه على الماده الوراثيه اللي هي النواه، والعنق لاحتوائه على الجسم المركزي الذي يلعب دورا هاما في انقسام البويضه المخصبه. 6 ماذا يحدث عند دخول راس الحيوان المنوي فقط؟ طبعا في الحاله ديت تخصب البويضه وتفقد قدرتها على الانقسام لعدم وجود جسم ايه؟ مركزي. 7 يقل افراز البروجسترون في المراه الحامل طبعا في نهايه الشهر التاسع استعدادا لعمليه مين؟ الولاده. 8 تستطيع الحيوانات المنويه العيش بدون وسط غذائي. طبعا العباره ديت خطا، ولا تخزن الحيوانات المنويه الغذاء بداخلها. اقول له كده ديت صحيحه. يبقى اذا هنختار د لان الحيوانات المنويه جسمها دقيق لا تستطيع تخزين الغذاء وانما تتغذى مباشره على سكر الفركتوز اللي بيكون جاي من الحصيله المنويه، وكذلك على الغذاء اللي جاي من خلايا مين؟ سيرتولي. 9 اذا علمت ان الحيوانات المنويه التي تحمل الصبغ اكس تعيش فتره اطول وتتحرك ابطا من تلك التي تحمل الصبغ ايه؟ واي، فعند وصول الحيوانات المنويه الى قناه فالوب في اليوم الثاني عشر. لو الحيوانات المنويه وصلت يوم 12 يبقى لسه ما فيش بويضه لان البويضه بتتحرر يوم 14. اكس هيعيش وواي هيموت. ليه؟ لانه اكس بطيء وبيعيش فتره اطول، وواي سريع وبيعيش فتره اقل، فواي هيموت. اذا يتبقى الحيوانات المنويه اكس. يبقى اذا الاكس هي اللي هتخص بالبويضه يوم 14. اذا هيحصل اخصاب وجنس الجنين هيكون ايه؟ هيكون انثى. 10 ناجي مكبرين الصوره كده. طبعا هو بيقول لي في الشكل المقابل اي مما يلي يعتبر انسجه غديه. طبعا انسجه غديه احنا عندنا رقم 1 ده المشيمه اهي، دي المشيمه. المشيمه نسيج غدي ليه؟ لان بيفرز البروجسترون بدايه من الشهر الرابع وتفرز الريلاكسين في نهايه فتره مين؟ الحمل. وكمان عندنا رقم 2. رقم 2 ده مين؟ دي بطانه الرحم. بطانه الرحم بتفرز هرمون الريلاكسين في نهايه فتره الحمل، فتعتبر نسيج ايه؟ نسيج غدي. يبقى اذا انا هختار 1 و2. ناجي للسؤال رقم 11. الفتره الزمنيه التي يمثلها الحرف صاد. طبعا احنا قلنا التوتيه بتتحول لحاجه اسمها البلاستوسيست في نهايه ايه؟ في نهايه الاسبوع الاول، ثم تهبط في مين؟ تهبط في بطانه الرحم. يبقى اذا التوتيه ديت بتكون قبل يوم السابع، تمام؟ عشان هتتحول لايه؟ للبلاستوسيست. اذا صاد ديت يا جماعه هتكون قبل يوم السابع. طب قبل اليوم السابع اللي هو ايه؟ يوم 5 تقريبا. يوضح هذا الشكل عمليه، هنقول عمليه النمو وتمايز الانسجه. ليه النمو؟ لانه الخلايا بتنقسم ويزداد عددها. ليه تميز الانسجه؟ لانه بدا يتكون هنا جنين له يدان وعينان، وبالتالي بيحصل تمايز للانسجه يعني تتحول لاعضاء. 13 يمثل التركيب س. طبعا التركيب س ده هو بيقول لي بيعمل انتشار بين دم الام ودم الجنين، فعشان كده هقول التركيب س ده يا جماعه ده المشيمه. يفرز التركيب س. طبعا المشيمه بتفرز البروجسترون والريلاكسين. البروجسترون بدايه من الشهر الرابع والريلاكسين في نهايه فتره الحمل. يدخل البويضة عند الإخصاب الرأس والعنق. طب الرأس فيها جسم قمي والعنق السنتريولان، يبقى إذا نختار ب. 16 رجل يكون 19 مليون حيوان منوي من كل خصية. طيب يبقى إذا في الحالة ديت هو بيكون إيه؟ بيكون 19 زائد 19 لأن هو عنده خصيتين، يبقى ده معناه إن هو بيكون 38 مليون حيوان منوي. يبقى إذا في الحالة ديت هيكون له القدرة على الإنجاب.
لان احنا قلنا لو انتج الراجل اقل من 20 مليون حيوان منوي هيصبح عقيم، اما فوق ال 20 مليون حيوان منوي هيكون له القدره على الانجاب. 17 تخصب البويضه في قناه فالوب في الجزء الاقرب للمبيض يعني جنب المبيض. 18 فصيله الدم في شريان الحبل السري، الحبل السري يتبع الجنين، يبقى اذا فصيله الدم في شريان الحبل السري تتبع فصيله دم الجنين. ناجي رقم 19 اجريت عمليه جراحيه لحيوان ثديي حيث تم نقل المبيضين من انثى بالغه من مكانهما الى مكان اخر بالجسم. طيب يعني ايه؟ يعني نقلناهم بعيد عن قناه فالوب ولكن يستمر اتصالهما بالدورة الدموية. فأي العمليات التالية لا تحدث، طبعا لا يحدث إخصاب للبويضة، لأن أنا نقلت كده ليه؟ تم نقل المبيضين من مكانهما يعني بعيدا عن قناة فالوب، وبالتالي لما البويضة تطلع من المبيض هل هتدخل قناة فالوب؟ لا مش هتدخل قناة فالوب. يبقى إذا في الحالة ديت الحيوانات المنوية لما تصل لقناة فالوب مش هتلاقي البويضة. فأي العمليات التالية لا تحدث، طبعا هنقول إخصاب مين؟ البويضة. المبيض سليم فكده كده بيكون البويضه، المبيض سليم بس انا نقلته فكده كده هيطلع بويضه بس مش هيطلعها لايه؟ لقناه فالوب. تمام. المبيض سليم يعني هيبعت هرمونات للرحم عن طريق الدم ويعمل انماء لبطانه الرحم، لكن احنا نقلناه بعيدا عن قناه فالوب. 20 نجاح العمليه الموضحه بالشكل. يعني ايه نجاح العمليه؟ يعني نجاح عمليه الاخصاب اللي قدامنا دي وتكوين الزيجوت، ده معناه انه حصل انقسام ميوزي ثاني للبويضه الثانويه. يبقى تاني دائما يعني ايه؟ يعني انقسام ميوزي ثاني للبويضه الايه؟ الثانويه. ليه؟ لان الانقسام الميوزي الثاني انقسام مؤجل او مشروط لا يحدث الا لحظه دخول الحيوان المنوي وقبل اتمام عمليه الاخصاب. نجي للسؤال 21 حدوث الاخصاب كما بالشكل المقابل قد يكون دليل على خلل في احد ادوار البويضه، لانه طبعا احنا شايفين هنا في الرسمه قدامنا دخول اكتر من حيوان منوي، دخول 2. المفروض ان البويضه بيدخلها حيوان منوي واحد راس وعنق، ثم تحيط البويضه نفسها بغلاف يمنع دخول اي حيوان منوي اخر. فكون ان البويضه دخلت 2 حيوان منوي يبقى حصل عندها خلل، وهذا الخلل هو ايه بقى؟ هو عدم تكوين غلاف بعد عمليه الاخصاب مباشره. نيجي للسؤال رقم 22 العلاقة بين عدد الحيوانات المنوية واحتمالية حدوث الإخصاب طبعا هتكون طردية، كلما زاد عدد الحيوانات المنوية هتزداد احتمالية نجاح الإخصاب. 23 ادرس الرسم التالي الذي يوضح بعض مراحل تطور الزيجوت. الزيجوت تاني يوم انقسم لخليتين، ثالث يوم ل4 خلايا، ثم تحول لحاجة اسمها مين؟ التوتية. التوتية تتحول لإيه؟ تتحول للبلاستوسيست، والبلاستوسيست ده يا بطل هينغمس في بطانة مين؟ هينغمس في بطانة الرحم. يبقى اذا ما موقع كتله الخلايا جيم اللي هي التوتيه داخل الجهاز التناسلي بعد نهايه الاسبوع الاول؟ بعد نهايه الاسبوع الاول تكون تحولت الى بلاستوسيست وتنغمس في بطانه مين؟ وتنغمس في بطانه الرحم. نيجي للسؤال 24 اي البدائل التاليه يعتبر نتيجه لحدوث العمليه الموضحه بالشكل المقابل؟ اقول له طبعا ده لحظه دخول الحيوان المنوي للمشيك بيه، يبقى يحصل للمشيك بيه انقسام ميوزي ثاني. الانقسام الميوزي الثاني يحدث لحظة دخول الحيوان المنوي للبويضة وقبل إتمام عملية مين؟ عملية الإخصاب. نجي للسؤال 25 في أي أشهر الحمل التالية يتزايد احتياج الجنين للكالسيوم؟ الكالسيوم يعني هيتكون جهاز عظمي، الجهاز العظمي بيتكون في المرحلة الثانية يعني في الرابع والخامس والسادس، يبقى اختار الرابع. 26 أي العبارات التالية تنطبق على جميع الخلايا الموضحة بالصورة المقابلة؟ كل الخلايا اللي موجودة هنا يا جماعة دي خلايا أحادية بها أنوية أحادية المجموعة الصبغية سواء كانت حيوانات منوية أو البويضة كلها نون. 27 ما الهرمون الذي يتزايد إفرازه من المشيمة عند الولادة؟ طبعا يا بطل هيكون مين؟ هيكون الريلاكسين. تمام. الذي يفرز من مين؟ من المشيمة في نهاية مين؟ في نهاية الحمل عند الولادة. أما الأكسيتوسين فده بيفرز من الغدة النخامية ولا يفرز من المشيمة. نيجي للسؤال رقم 28 الرسم البياني المقابل يوضح التغير في حجم السائل الرهلي طوال فترة الحمل. طبعا هنلاحظ أكبر حجم لسائل الرهل يا جماعة بيكون تقريبا في الفترة دي. الفترة دي يا جماعة هي الفترة الأخيرة من الحمل، حيث الشهر السابع والثامن والتاسع. مدة الحمل يا شباب بتكون تقريبا 38 أسبوع يعني 9 أشهر. فاحنا الشهر بقى ايه؟ الشهر السابع والثامن والتاسع ده احنا بنتكلم كده في الاسابيع الاخيره. تمام. يبقى اكبر حجم للسائل الرهلي يوجد في الفتره التي يكتمل بها نمو المخ
حيث يكتمل نمو المخ في المرحلة الأخيرة. 29 الصورة المقابلة توضح حجم السائل الرهلي في مراحل مختلفة. المفروض ان احنا في الاسبوع العشرين يا جماعة حجم السائل الرهلي 350 ملي. تمام. ما الذي يترتب على نقص حجم السائل الرهلي الى 200 ملي في الاسبوع العشرين؟ لو نقص ل 200 ملي يعني هو الطبيعي كام؟ الطبيعي 350. طبعا هيحصل زيادة التأثر بالصدمات لأن سائل الرهل بيحمل جنين من الجفاف والصدمات. نجي للسؤال رقم 30 الشكل المقابل يوضح المشيمة والأوعية الدموية المتصلة بها. طبعا لازم تعرف يا بطل، لازم تعرف ان شريان الام بيبقى متصل بوريد الجنين. يبقى الوعاء س ده يا بطل اللي هو وريد مين؟ وريد الجنين. وشريان الام بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه الغذاء والاكسجين. بينما شريان الحبل السري وده اللي بيجيب من الجنين بيجيب ايه بقى؟ بيجيب الفضلات وبيجيب ثاني اكسيد الكربون. فضلات زي مين؟ زي اليوريا والبولينا، ويديها لوريد مين؟ ويديها لوريد الام. تمام. كلام جميل جدا. يبقى اذا هنعمل ايه؟ هننقل الغذاء من شريان الام الى وريد الجنين اللي موجود في المشيمه ومتصل بالحبل السري اللي هيودي لمين؟ اللي هيودي للجنين. ثم تحدث عمليه عكسيه، الجنين يبعت الفضلات بتاعته وثاني اكسيد الكربون عبر شريان اللي هو شريان الحبل السري اللي هيودي لمين؟ اللي هيودي للمشيمه، اللي هيودي لوريد مين؟ لوريد الام. لازم تبقى فاهم الحته دي كويس. اي من الاتي لا يمكن تواجده في الوعاء الدموي س. الوعاء الدموي س ده وريد مين؟ وريد الجنين. يبقى اذا لا يمكن كرات دم حمراء للام. ليه؟ لان الغذاء لما بينتقل دون ان يختلط دم الام بدم الجنين. يعني كريات الدم الحمراء بتاعت الام مش هتروح للجنين دون ان يختلط، وانما ينتقل الغذاء بالايه؟ ينتقل الغذاء بالانتشار. تمام. نيجي بعد كده للسؤال رقم 31 ما الذي يميز المشيمة عن الجسم الأصفر؟ والله احنا عندنا المشيمة بتقعد حوالي كام؟ بتقعد حوالي 5 أشهر، لأنها بتبدأ من الرابع والخامس السادس السابع والثامن وتبدأ تتفكك في التاسع. أما الجسم الأصفر بيقعد أول 3 شهور. فالذي يميز المشيمة أنها تجلس أو تقعد في الرحم او يستمر وجودها في الرحم مده اكتر من الجسم مين؟ من الجسم الاصفر، حيث ان الجسم الاصفر بيقعد في المبيض 3 شهور فقط. 32 متى يبدا عمل التركيب الموضح بالشكل كمصدر للبروجسترون؟ طبعا التركيب اللي قدامنا ده المشيمه، ده يا جماعه في بدايه الشهر الرابع من الايه؟ من الحمل. 33 الشكل المقابل يوضح احد الاجنه داخل الرحم. لو حد ركز هتلاقي المشيمه موجوده من تحت. المشيمه اهي موجوده من تحت يا جماعه، وكون ان المشيمه موجوده من تحت فديت مصيبه، دي كده قافله ايه؟ قافله على عنق الرحم. ففي الحاله ديت هيكون في صعوبه في الولاده الطبيعيه. يبقى المشيمه على وجود المشيمه لو موجوده في الاسفل هيحصل ايه؟ صعوبه في الولاده الطبيعيه لان الجنين مش هيعرف ينزل منها. تمام. نيجي للسؤال رقم 34 إذا علمت أن عملية الولادة القيصرية تتم عن طريق شق جراحي. شق جراحي يعني حدوث نزيف وفقد كمية كبيرة من السوائل، فبالتالي المية هتقل في جسم الأنثى. فبالتالي عشان نعوض المية اللي نزلت ديت محتاج اي دي اتش. بالإضافة إنه وقت الولادة أو العمليات الجراحية ينخفض ضغط الدم، فاحنا عايزين نرفع ضغط الدم. فمين اللي هيرفع لنا ضغط الدم؟ هرمون الاي دي اتش. يبقى اذا في الحاله ديت اللي هيزداد في هذه الحاله هرمون مين؟ هرمون الاي دي اتش. 36 عندنا 3 هرمونات س وصاد وعين. طبعا س زاد تمام وعند الولاده قل. تمام. يعني ايه؟ يعني قد مهمته وانتهت. ده مين؟ ده البروجسترون، لان بيفضل زايد طول فتره الحمل وعند الولاده يقل. طيب وبعد كده صاد ده فضل مستمر عند مستوى عالي اللي هو الازرق ده. تمام. يبقى ده البرولاكتين لان هو المسؤول عن تكوين اللبن. الاوكسيتوسين يزداد وقت الولاده ثم يقل زي ما احنا شايفين اللي هو باللون الاحمر. يبقى اذا الاجابه هتكون ايه؟ الاجابه هتكون ج. نيجي للسؤال 37 متى يبدا تكوين الاعضاء التناسليه؟ الاعضاء التناسليه اللي هي الخصيه والمبيض في الفتره الاولى من الحمل، اللي هو حيث يتكون الخصيه في الاسبوع السادس بعد شهر ونص، والمبيضان يتكونوا في الاسبوع ال 12 في نهايه الشهر الثالث يعني. 38 في اي الاماكن التاليه تسمح المشيمه بتبادل المواد بين الام والجنين؟ طبعا المشيمه بتكون موجوده في بطانه مين؟ في بطانه الرحم، فنقول بطانه مين؟ الرحم. 39 اي من الاعضاء التاليه يكتمل تكوينه اولا اثناء نمو الجنين؟ طبعا القلب. ليه؟ لان القلب بيبدا تكوينه
في أول شهر ويكتمل مع بداية المرحلة الثانية. أما المخ في المرحلة الثالثة، والحيوانات المنوية كده كده ما بتتكونش إلا عند البلوغ، يعني لما يتولد، والمبيضان دول كده كده ما بيكتملوش أو بيتكونوا ما يكتملوش إلا مؤخرا أيضا. تمام. 40 الشكل المقابل يوضح الجهاز التناسلي الأنثوي. ادرسه ثم أجب. أين تحدث الانقسامات الميتوزية للخلايا الجنينية حالة حدوث حمل؟ طبعا بيحصل انقسامات في إكس في قناة فالوب، حيث تنقسم الزيجوت إلى خليتين والخليتين الأربعة، ويستمر وهذه الانقسامات فين؟ في قناة فالوب لمدة إيه؟ لمدة أسبوع، ثم تنغمس في بطانة الرحم وتكمل الانقسامات لحد لما تكون إيه؟ جنين. يبقى هنقول والله إحنا عندنا في إكس وزد، يعني في قناة فالوب وفي الرحم. 41 الشكل يوضح أحد الأجنة داخل الرحم. أي التركيب التالية هو الأعلى في تركيز الجلوكوز؟ شريان الأم يا جماعة، شريان الأم اللي موجود في المشيمة هو الأعلى في تركيز الجلوكوز، عشان يدي الغذاء لمين؟ لوريد الجنين. يبقى إذا نختار مين؟ نختار إكس، شريان في إكس، حيث شريان في إكس ده يا جماعة ده يقصد به شريان مين؟ شريان الأم. تمام. أما شريان في واي ده يا بطل بيكون فيه الايه؟ بيكون فيه الفضلات بتاعت الجنين وثاني اكسيد الكربون. ويرجع للجزئيه اللي احنا لسه شارحينها حالا في الواجب من شويه. ناجي للسؤال رقم 42 الشكل المقابل يوضح جزء من المشيمه. ما المواد التي يكون تركيزها في اكس اعلى من واي؟ من اكس ده يا بطل؟ ها يلا كده بعد اذنك. قال لك والله اكس ده شريان. اكس ده ايه؟ شريان خاص بمين؟ شريان جاي من الحبل السري، ما هو الجزء ده كله حبل مين؟ حبل سري. يبقى ده شريان ايه؟ الحبل السري، يعني شريان الجنين. طيب هو شريان الجنين بيبقى فيه ايه بقى يا باشا؟ قال لك شريان الجنين بيطلع من الجنين الفضلات وثاني اكسيد مين؟ وثاني اكسيد الكربون. يبقى اذا في الحاله دي هتكون الاجابه ايه؟ هتكون الاجابه ج، حيث اكس بثاني اكسيد كربون ويوريا اعلى من مين؟ اعلى من واي. حتى عشان كده عامل اكس باللون الازرق. الازرق ده دايما تعرف ان فيه ثاني اكسيد مين؟ كربون. اما الاحمر ده دايما تعرف ان فيه ايه؟ تعرف ان فيه اكسجين. ناجي بعد كده يا بطل للاسئله المقاليه. وطبعا قبل ما تكمل الاسئله المقاليه عايزك تكتب لي كود مهم جدا جدا جدا، وانتوا طبعا عارفين الكود ده ليه. سعادتك هتكتب لي كده 99% ان شاء الله. ده مجموعك ان شاء الله باذن الله، مجموعك السنه دي ان شاء الله باذن الله. نتمنى ذلك وربنا يكرمك بيه يا ربي، ويا رب يحقق لك حلمك يا رب. إذا علمت أن موجب تدل على قيم تركيز للمادة. طيب دلوقتي دم الأم فيها 2 موجب أكسجين، يبقى دم الجنين قال لك هو الأكسجين بينتقل من مين؟ من دم الأم إلى دم الجنين. يبقى حلو، يبقى دم الجنين يكون أقل، يعني نعمل موجب واحدة بس. يبقى تركيز الاكسجين داخل دم الجنين يكون موجب اقل من تركيز الاكسجين في دم الام، حتى ينتقل الاكسجين بالايه؟ بالانتشار من دم الام الى دم الجنين. وكذلك الجلوكوز، لان الجلوكوز بينتقل من دم الام الى دم الجنين، فيكون تركيز صاد اقل من الجلوكوز اللي في دم الام. طب دم الام فيها 2 موجب، يبقى دم الجنين موجب واحده. طب ثاني اكسيد الكربون قال لك لا، ده الجنين بيكون عنده اكتر. يبقى اذا عين ديت هتكون 3 موجب مثلا او اكتر من 3. يبقى ليه؟ لان ثاني اكسيد الكربون ينتقل من دم الجنين الى دم الام، يبقى في دم الجنين يكون اعلى 3 موجب، اما في دم الام 2 موجب. الكالسيوم بينتقل من دم الام الى دم الجنين، يبقى دم الجنين ده يا جماعه يكون موجب واحد بس. والكالسيوم طبعا بينتقل عشان يكون الجهاز العظمي في المرحله الثانيه. فضلات النيتروجين يا جماعه تكون في دم الجنين اعلى من دم الام، لان الفضلات تنتقل من دم الجنين الى دم الام بالانتشار. 44 في اي يوم تتحرر البويضه في قمع قناه فالوب؟ طبعا بتتحرر في اليوم الرابع عشر من بدء مين؟ من بدء الطمس. كم يوم تبقى حيه لمده يومين. اين تخصب؟ في الثلث الاول من قناه فالوب. ما هي التغيرات التي تطرا عليها حتى تهبط الى الرحم؟ تقول لي بعد تكوين الزيجوت في اليوم الاول تنقسم في اليوم الثاني الى خليتين، ثم في اليوم الثالث الى 4 خلايا، ثم تتوالى الانقسامات حتى تصل الى مرحله التوتيه، وفي نهايه الاسبوع الاول تتحول التوتيه الى البلاستوسيست التي تهبط وتنغمس بين ثنايا وبطانه الرحم. في أي مرحلة تهبط في البويضة إلى الرحم؟ طبعا في نهاية الأسبوع الأول. كيف تهبط البويضة إلى الرحم؟ عن طريق دفع أهداب قناة فالوب. نجي للسؤال 45. ما فائدة الأجزاء المرقمة 1 و2 و7؟ طبعا 1 ده يا بطل الحبل السري، يبقى أنت ساعتك هتكتب لي فائدة الحبل السري. 2 يا بطل ده
سائل الرهل يحمل الجنين من الجفاف والصدمات. 7 ده يا بطل ده المشيمة. تكتب أهمية المشيمة في أي مرحلة يتكون الجهاز العظمي، تقول لي في المرحلة الثانية في الشهر الرابع والخامس والسادس يتميز الجنين الذكر قبل الجنين الأنثى، أو حيث تتكون الخصيتان في الأسبوع السادس، بينما يتكون المبيضان في نهاية الشهر الثالث أي بعد الأسبوع أو في الأسبوع ال 12. متى تبدأ المشيمة في التفكك؟ في الشهر التاسع. ما هي الهرمونات التي تساعد في خروج الجنين؟ الأكسيتوسين والريلاكسين. كيف يتنفس الجنين وهو في رحم أمه؟ عن طريق المشيمة. وتشرح ماذا يحدث إذا تحلل الجسم الأصفر أثناء الحمل؟ تقول لي إذا تحلل قبل نهاية الشهر الثالث يحدث إجهاض، أما إذا تحلل بعد نهاية الشهر الثالث يستمر الحمل، لأن المشيمة يكون تقدم من أمها فتحل محل الجسم الأصفر في إفراز البروجسترون. لماذا يحذر الأطباء الأم الحامل بعدم شرب الدخان أو الكحولات أو التعرض للإشعاعات؟ تقول لي لأن المشيمة تقوم بنقل هذه المواد الضارة إلى الجنين مما يؤدي إلى تشوهات وعيوب خلقية في الجنين. وكده نكون خلصنا يا بطل الواجب، وإن شاء الله بإذن الله الأسئلة الإضافية الخاصة بطلبة الأزهر هننزلها على الجروب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.